احمد مالك قال لانس بوخش ان الحاجات اللي انت بتبقى كاتمها جواك دي ممكن تقعد تاكل فيك وتنهش فيك، ممكن فعلا تموتك. والكلام ده علميا حقيقي جدا. معظم الامراض الجسديه النفسيه بتيجي بسبب كتمان وتراكم المشاعر، زي القولون العصبي وارتجاع المريء والضغط والسكر اللي ما بيتظبطوش خالص بالادويه، مشاكل ووجع في الرقبه والظهر. حتى لما بنعمل اشاعات ما بيطلعش حاجه، بس دايما بيبقى عندنا وجع دائم وبنشتكي منهم. الثعلبه والاكزيمات زي الصدفيه، امراض زي الروماتويد. كل الحاجات دي يا جماعه عباره عن ان جسمك بيديك علامه، بيقولك انا على اخري، احنا مضغوطين. واحنا كل ده كاتمين ومكملين. كاتمين يمكن لان ما عندناش ثقافه ان احنا نتكلم، او عشان فاكرين ان دي قوه وبنحاول ما نبقاش شكايين. بس في كل الاحوال ده تاثيره على صحتنا النفسيه والجسديه خطر جدا جدا. وعلشان كده هقول لكم، لو انتوا لسه مش جاهزين ان انتوا تلجأوا لكوتش او مرشد نفسي يدعمكم نفسيا وتخرجوا معاه الكلام مع حد فاهم ودارس، وتبقوا ضامنين ان الكلام ده عمره ما هيخرج بره، وفي نفس الوقت هطلع بنصيحه، ابسط حاجه تعملوها عشان تساعدوا نفسكم ان انتوا تكتبوا. يا جماعه اكتبوا مشاعركم قبل ما تناموا، دايما يبقى فيه جورنال جنب السرير بتاعكم اكتبوا فيه ايه اللي حصل خلال اليوم. وبلاش فكره عندي مشكله في الشغل بس عادي، ما ده العادي. لا، ما هو في الاول بيبقى العادي، بس لما بيتراكم ما بيبقاش عادي، بيبدا يبقى هو السبب في المشاكل والتعب اللي بيجيلنا. فبلاش نستقوى على نفسنا ونكتم كتير لغايه لما يجي اللحظه اللي ندفع ثمن الحاجات دي. خرجوها اول باول، حاولوا تتمشوا، اعملوا مشغولات يدويه، اعملوا تمارين تنفس، يوجا بسيطه قبل النوم. كل الحاجات دي هتفرق معاكم جدا جدا في انها تهدي اعصابكم وتساعدكم ان انتوا تخرجوا اي طاقات سلبيه مشحونه بطريقه صحيه.